السلام عليكم اخوتي، معكم الزاهي رضا في سلسلة ملخصات دروس أولى بكالوريا استعدادا لامتحان الجهوي، واليوم مع آخر درس من مدخل الحكمة السبعة الذين يضلهم الله تعالى. وعلى بركة الله نبدأ راه فيديو ديالنا. ملخص درس السبعة الذين يضلهم الله تعالى. أولا شرح الحديث وبيان أوصاف السبعة الذين يضلهم الله تعالى. المعنى العام للحديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام عن أوصاف السبعة الذين وعدهم الله تعالى بالأمن من فزع يوم القيامة جزاء لهم من عدلهم وإخلاص عبادتهم وعفتهم وكرامهم. بيان أوصاف السبعة الذين يضلهم الله تعالى. أولا إمام عادل، كل من تولى مسؤولية ما وحكم بالحق وأعطى كل ذي حق حقه في جميع المجالات. ثانيا شاب نشأ في طاعة الله، استغل أقوى مرحلة من عمره في طاعة الله وعبادته بعيدا عن المغريات وهي مرحلة الشباب. ثالثا رجل قلبه معلق بالمساجد، شديد الحب لبيوت الله، حريص على ملازمتها بالصلاة والذكر. رابعا رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، شخصان اشتركا في محبة متبادلة خالصة لوجه الله. خامسا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، راودته عن نفسه وطلبت منه الفاحشة فالتزم بالعفة خوفا من الله. سادسا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أخلص في صدقة فأخفاها عن الناس إخلاصا لله وتجنبا للرياء. سابعا رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، امتلأ قلبه بحب الله فذكره بمكان لا يراه في أحد حتى فاضت عيناه بالدمع. ثانيا التحلي بأوصافهم من صلاح المجتمع وسبب في استقراره. الالتزام بهذه الأوصاف هو مفتاح لإصلاح المجتمع واستقراره قبل يوم القيامة. إذا جمعت هذه الأوصاف حقوق الله والنفس والغير، وهي حقوق تسهم في إسعاد الفرد وإصلاحه واستقرار المجتمع وازدهاره. ثالثا التعريف بالأخلاق الحميدة والدعوة إلى التحلي بها من الإيمان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام على أن نتحلى بالأوصاف السبعة باعتبارهم من أعظم الأخلاق الحميدة والأوصاف الجلية التي تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. لذا فإن التعريف بهذه الأوصاف من صميم الإيمان المبني على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف. وحتى هنا غادي نكونوا سالينا الملخص ديالنا. كنتمنى يكون نال إعجابكم ويكون كلشي واضح. وما تنساش معك واحد لايك وابوني تشجعني اكثر. والله يوفق الجميع والسلام عليكم.